والد التلميذ الذي طعن الأستاذة بسكين يسلم ابنه للمصالح الأمنية. لا تنسى الإعجاب والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد. والد التلميذ الذي طعن الأستاذة بخنجر في ظهرها يسلم ابنه للمصالح الأمنية ويطلب منهم تسليط أشد العقوبات عليه، ويقوم بزيارة الأستاذة بالمستشفى للإطمئنان على صحتها. واهتزت اليوم الأربعاء متوسطة عمار السعيد ببلدية تاكسلاند بولاية بتنة على وقع حادثة مأساوية، حيث تعرضت أستاذة اللغة العربية إلى الطعن على يد تلميذ يدرس عندها.